بتتكلم مع نفسك ازاي؟ وبتتكلم عن نفسك ازاي؟ ده سؤال مهم جدا، وان انت تعرف انت بتعامل نفسك ازاي دي الحاجة اللي هتحدد مستقبلك. يعني لو انت طول الوقت بتقول لنفسك ان انت حد غبي وما بيفهمش ومش شاطر، هتبقى فعلا كده، هتبقى حد مش شاطر. لكن لو انت طول الوقت بتقول لنفسك ان انت هتنجح وان انت هتوصل وان انت حد جميل ومفيش منك اتنين، ففعلا هتبقى كده. طب ليه؟ عشان اللي انت بتقوله لنفسك عقلك بيخزنه في عقلك الباطن، وبعد كده بيبقى في شكل افعال. انا دلوقتي بقول لنفسي كلام، لكن بعد كده هحفظه. يعني لو طول الوقت بقول لنفسي ان انا مش حلوة، اصلا مش حلوة، اصلا مش هوصل، اصلا مش شاطرة، اصلا فاشلة، هتبقي فاشلة فعلا. لان انت هتبقي بعد كده ده متخزن في عقلك وطول الوقت بيتردد عليكي. هتبقي الشخصية دي، هتبقي الشخصية اللي طول الوقت انت شايفاها. فشوفوا انتوا شايفين نفسكوا ازاي. انتوا عايزين توصلوا ولا عايزين تفضلوا زي ما انتوا؟ عايزين شايفين نفسكوا تستحقوا حياة حلوة، تستحقوا حياة كريمة، ولا طول الوقت بتكلموا نفسكوا على ان انتوا اشخاص ما تستحقوش اصلا؟ انتوا لا ترتقوا لان انتوا تعملوا ده. صدقوني، من الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا نتعافى ونبقى احسن وان احنا نغير حياتنا هي الطريقة اللي بنتكلم بيها مع نفسنا عن نفسنا. انا بقول لنفسي عن نفسي ايه؟ انا شايفة نفسي ازاي؟ حتى لو انا غلطت، هل طول الوقت بقعد أأنب ضميري بالغلطة دي وبقعد أقول إن أنا هغلطها تاني، ولا الغلطة دي هتعلمني إن أنا أقوى وإن أنا ما أقعش في نفس الغلط تاني؟ في expression بيقول you will change your life when you change your mindset. يعني أنت هتغير حياتك لما تغير عقليتك أو طريقة تفكيرك. يعني لما تغير رؤيتك عن نفسك، كلامك عن نفسك، صدقني ده هيغير حياتك. انا هقول لكم مثال حي عن نفسي. ان انا في فترة من حياتي كنت دايما بقعد اقول انا خايفة، انا في حاجة خايفة منها، فطول الوقت بقول انا خايفة انا خايفة، لحد ما تملكني احساس الخوف والتوتر طول الوقت. انا حاسة بده، وده اتغير لما انا غيرت طريقة كلامي. بدل انا خايفة كنت بقول يا رب طمني. شوفوا، انا غيرت، انا خايفة اهو، في الحالتين انا حاسة احساس الخوف، بس بدل ما بقول لنفسي طول الوقت ان انا خايفة، بدلتها بدعاء يا رب طمني. فربنا طمني بعد كده فعلا، لان انا هنا كنت طالبة الخوف، لكن هنا انا طالبة الاطمئنان، وده فعلا فرق معايا. فانتوا اتكلموا عن نفسكم بشكل ايجابي، ابعدوا عن العبارات السلبية، اتكلموا مع نفسكم بشكل حلو، شوفوا نفسكم بطريقة حلوة، غيروا طريقة تفكيركم. لان صدقوني اكتر حد محتاج يشوف طريقة حلوة واكتر حد محتاج يدعمكم هو نفسكم. فلما تغير طريقة تفكيرك صدقني هتقدر ان انت تغير حياتك. ولو انت لحد دلوقتي مش مشترك في القناة عندي ومش عامل سبسكرايب، مش عارفة انت هتستنى لحد امتى عشان تعمل سبسكرايب. ولو انت مش مفعل الجرس، فانت كده مش هتعرف توصل لبقية الفيديوهات اللي انا هنزلها الايام اللي جاية. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وابعته لحد تاني انت عارف ان هو هيستفيد منه. كان معاكم مع